مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، معكم أنا آريا حاجي في الزاوية البيئية. مستمعينا، سنبحث اليوم في ظاهرة الصيد غير القانوني وتأثيراتها على البيئة. سنستمع سوية في البداية إلى آراء بعض المواطنين حول هذه الظاهرة. بالنسبة للصيد الغير الشرعي، هناك كثير من الصيادين لا يعرفون مساوئ الصيد في الأوقات الغير الشرعية أو الأوقات التي تحرم فيها الصيد، لأن الصيادين كلهم الربح المادي فقط لا غير، ولأنه في أوقات منع الصيد تكون الأسماك في حالة التكاثر أو التزاوج، ولكي تحافظ على نسلها، ويجب علينا أن نحافظ على هذه الكائنات لكي لا تنقرض من البيئة. على وسائل الإعلام تكوين فكرة للناس عن الأوقات التي يجب تجنب الصيد فيها لمنع انقراض بعض أنواع الأسماك، وكذلك على الصيادين إدراك مدى خطورة طرق الصيد الغير شرعية وتأثيرها على البيئة. بعد أن استمعنا إلى هذه الآراء، سنتحدث عن بعض جوانب هذه المشكلة. الصيد غير القانوني هو عملية صيد الحيوانات والأسماك بشكل غير مشروع، أو تناول النباتات والحيوانات بما يتناقض مع القوانين المحلية والدولية لحفظ وإدارة الحياة البرية. انتهاكات قوانين ولوائح الصيد عادة ما يعاقب عليها القانون، وتسمى هذه الانتهاكات مجتمعة بالصيد غير المشروع. من الحالات التي يمكن أن يمنع الصيد فيها: أولاً، موسم تزاوج أو تكاثر الحيوانات أو الأسماك. ثانياً، عدم حيازة رخصة صيد. ثالثاً، بيع الحيوانات أو أجزاء من الحيوانات أو النباتات لجني الأرباح بطريقة غير قانونية. رابعاً، استخدام أسلحة غير شرعية للصيد. خامساً، صيد حيوانات تكون ملك أشخاص آخرين. سادساً، صيد حيوانات أو نباتات محمية من القانون وتكون معرضة للانقراض. سابعاً وأخيراً، صيد حيوانات أو نباتات قيد البحوث العلمية. الإفراط في صيد الأسماك هي عملية تحدث عندما تؤدي أنشطة الصيد إلى انخفاض مستويات مخزونات الأسماك إلى ما دون المستوى المقبول، وهذه العملية يمكن أن تحصل في أي مسطح مائي، سواء كان هذا المسطح المائي بحيرة أو محيطا. هذه العملية تؤدي في النهاية إلى استنفاذ الموارد السمكية، وربما انقراض عدد من أصناف الأسماك المعرضة لهذه العملية، كما أن هذه العملية قد أدت إلى زعزعة النظام البيئي البحري بشكل كامل، كما حصل في حالات الإفراط في صيد أسماك القرش. وقدرة الموارد السمكية على العودة لمستوياتها الأصلية تعتمد أيضاً على العوامل الإيكولوجية والبيئية الأخرى، ما إذا كانت تسمح لها بالنمو مرة أخرى. التغيرات الهائلة في النظم البيئية الناجمة عن عملية الإفراط في الصيد تؤدي إلى فقدان التوازن في النظام البيئي، وبروز أصناف أخرى من الكائنات البحرية، مما قد يمنع الأصناف المستهدفة في عملية الصيد من البروز مرة أخرى، وهو ما يعرف بعملية التحول في النظام الإيكولوجي. فعلى سبيل المثال، القضاء على أسماك الشبوط من خلال الإفراط في الصيد قد يؤدي إلى نمو غير اعتيادي في نسبة سرطان الماء، مما يمنع أسماك السلمون من النمو وتكاثر في هكذا بيئة. قد تتسبب بعض أساليب الصيد أيضا في تدمير الموطن الطبيعي، فصيد السمك بالتفجير من أساليب الصيد غير القانونية في العديد من الأماكن، إذ تلحق الضرر بالموطن الطبيعي المحيط بالأسماك، كما أن صيد الأسماك في الأعماق، وهو الصيد الذي تسحب فيه شبكة صيد بقاع البحر،
خلف سفن الصيد يزيل ما يتراوح بين 25.5% من الحياة البحرية بالقاع في المرة الواحدة.